اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وفقره اخرى في صباح رياضه مع حضراتكم، وفقره مخصصه لمباراه السوبر الاماراتي المنتظر اليوم اللي بتحتضنه مصر لاول مره ما بين اهلي دبي الاماراتي والجزيره. ان شاء الله بنتمنى التوفيق لكلا الفريقين والمباراه تطلع في ابهى صورها. وضيفنا في الاستوديو كابتن عابد فؤاد، مدرب حراس مرمى أهلي دبي في الأكاديمية. صباح الخير عليكي أهلا بيك يا كابتن. واهلا بيكي كل سنة وانت طيب. وانتم بالصحه والسلامه يا رب، وبالساده المشاهدين. وعيد مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه. آمين يا رب. والشعب المصري والشعب الاماراتي بالخير ان شاء الله. شايف مباراة السوبر الإماراتي النهاردة ازاي بصفة عامة؟ بصفه عامه ان شاء الله تبقى مباراه كتير كويسه وقويه، تليق بسمعة الكرة الإماراتية من فنيات وأسلوب لعب وطريقة لعب وتعاون ما بين كل تيم وبعضه. بالنسبة للجمهور إن شاء الله يستمتع، وبدعو كل الجمهور إن هو يروح المباراة ويستمتع بالأداء اللي هيبقى في الملعب. إن شاء الله تشوفي مباراة ديربي قوي ما بين قطبين من أقطاب الكرة الإماراتية، النادي الأهلي ونادي الجزيرة. الأهلي طبعا بطل الدوري والجزيرة بطل الكاس. الأهلي بطل دوري الإمارات، والجزيرة بطل كأس سمو رئيس الدولة. الأهلي حقق الفوز في الدوري الموسم الماضي مرتين على الجزيرة، 4-1 في الدور الأول و2-1 في الدور الثاني، والجزيرة فاز على الأهلي في الدور قبل النهائي للكاس 3-2. وعايز اسالك الى اي مدى ممكن النتائج دي تاثر على نتيجه مباراه اليوم؟ هو ما فيش تاثير ولا حاجه، هو كل مباراه ولها ظروفها. الاهلي دايما او الجزيره اذا بتلعب على بطوله فادائك في الملعب هو اللي بيوصلك انك انت هتفوز او مش هتفوز، بس هو دايما اللي احنا بنتمناه النهارده ان المباراه تليق بالفريقين وبسمعه الكره الاماراتيه، بغض النظر عن فوز الاهلي او فوز الجزيره. لكن الفريقين مستعدين كويسين، وكل فريق منهم بيرغب في الفوز، فأدائك في الملعب هو اللي هيوصلك انك تكسب المباراة النهارده. ثانيا الاهلي دايما عنده دافع الفوز. الجزيرة في الفترة الأخرانية مستواه اتطور جدا حتى استطاع ان هو ياخد الكاس، وكل واحد منهم متحفز ان هو يشيل بطولة السوبر، لان بطولة السوبر الموسم دوت لها طعم خاص ومزاج خاص، ان بطولة السوبر اول مرة تتلعب خارج الامارات. أيوة. وعلى فكرة جت عروض من العاصمة الانجليزية لندن، وعروض من ميونخ في المانيا وبعض الدول الاسيوية لاستضافة السوبر الاماراتي، ولكن هم فضلوا مصر، وبعدين مصر بتمثل لهم الاخ الاكبر زي ما بيقولوا دايما، قواعد ارساها المرحوم والمغفور له الشيخ زايد النهيان. طبعا الشقيقة الكبرى. طبعا الشقيقة الكبرى هي مصر، فهم سعداء ان هم متواجدين. وعلى فكرة في مجموعة كبيرة من الامارات كأسر وكجمهور متواجد من تاريخ 10 في الشهر. حتى هم انا بقول لهم كل سنة وانتم طيبين كحكومة وكشعب الامارات وكزمايلنا واصدقائنا والشباب المتواجدين في مصر، لانهم عيادوا هنا في مصر، جايين يستمتعوا بالعيد وجايين يستمتعوا بمباراة الديربي او مباراة السوبر اللي بتمثل دولة الامارات الشقيقة. ردود الافعال عندكم في الامارات كانت ايه بعد هذا القرار بقى باقامته في مصر؟ ردود الافعال، هو شوفي الاماراتيين بصفة خاصة هم بيعشقوا مصر وبيحبوا مصر. حتى الاتحاد الاماراتي كذلك الحال طبعا بالنسبه لنا جدا فرحانين، جايين اجازه وجايين يأدوا مباراه، وكانت ردود الفعل ممتازه. وحتى في مباراه الاهلي والزمالك اللي اتنقلت عندنا وبالامارات كانوا سعداء جدا بوجود الاهلي ووجود الزمالك، ودعوا الاتحاد الاماراتي والاتحاد المصري ان هم يتعاونوا من اجل يكون في دايما تعاون رياضي ما بين يعني متوقع النهارده يكون في حضور اماراتي جدا كبير. حضور اماراتي من جمهور نادي الجزيره، جايين في طيارات خاصه طلعت من نادي الاهلي ومن نادي الجزيره، جايين حاضرين المباراه. بقول لك مش على انها مباراه، مبسوطين ان هم متواجدين في مصر، مبسوطين ان في اجازه عيد. أيوة. اسبوع كامل في دوله الامارات العربيه الشقيقه، في اسبوع كامل اجازه العيد، فاخذوها اجازه مع مباراه، فهم جايين يستمتعوا بالعيد ويستمتعوا بالمباراه.
حضور جماهيري ان شاء الله على اعلى مستوى من دوله الامارات العربيه الشقيقه، من جمهور الاهلي. السياحه الرياضيه هنا بقى بتلعب دور كبير جدا صراحة يعني. سياحه رياضيه زي ما بيقولوا. وان شاء الله انا اتمنى المباراه تكون قويه وتليق بالفريقين، وبدعو الشعب المصري كله والجمهور المصري اللي يقدر يروح للمباراه يتفضل يروح، لان النهارده هتشوف فنيات عاليه جدا جدا في الملعب. وهنشوف فن كمان مع تامر حسني طبعا. طبعا فن غنائي وفن رياضي يعني. أيوه. الاثنين مع بعض يعني. وربنا يديم ان شاء الله المحبه، واحنا متعاونين مع الامارات اعتقد في جميع المجالات، وخصوصا المجال الرياضي اللي احنا نقدر نتكلم فيه او اللي احنا بنفهم فيه في المجال الرياضي، فبنقول ان في تعاون على اعلى مستوى. ومن خلال حضرتك ببارك طبعا اللي هو رئيس الاتحاد الاماراتي. على فكره من فتره قليله جدا جاء رئيس الاتحاد الاماراتي هو سعاده مروان بن غليطه، رئيس نادي النصر السابق، وامين السر العام محمد بن هزام. فطبعا بنشكرهم على ان هم رشحوا وكانوا لهم دعم كبير ان المباراه تبقى في مصر. وبرضه مش هنسى ان انا اوجه شكر وتحيه للاتحاد المصري بقياده المهندس هنا بريده وكل الاعضاء، الكابتن الهواري حازم والدكتوره سحر والكابتن مجدي وكل الاعضاء، كل المجلس، لكل المجلس الجديد. بصراحه انا متفائل بالمجلس الجديد لاتحاد الكوره، لانهم ناس عندهم خبره اداريه وفنيه عاليه جدا. خصوصا المهندس هنا بريده عنده خبره دوليه واتحاد دولي وافريقيا بكل تاكيد طبعا. ولكن عايزه بقى اقترب اكثر من الفريقين. نبتدي باهلي دبي عشان ده طبعا نظرا لوجودك في مع الفريق وقريب جدا منه. ان شاء الله. اهلي دبي فرقه قويه، فرقه بتلعب كوره. ابرز اللاعبين مين؟ ابرز اللاعبين عندنا احمد خليل، عندنا اسماعيل الحمادي، عندنا اسماعيل خميس، عندنا وليد عباس، عندنا ميد ناصر، عندنا عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، اللي هم بيلعبوا في خط الدفاع او خط الظهر من الجهه الخلفيه. وعندنا سلمين خميس ووليد حسين. انت كده بتقولي التشكيل ولا بتقولي قوه الضربه؟ لا انا بقول لك اغلبيه اللعيبه. لان ليه انا بقول لك على اغلبيه اللعيبه؟ لان اللعيبه دولت نص لعيبه قوام المنتخب الاماراتي من لعيبه الاهلي. كم لاعب تقريبا؟ حوالي 9 لعيبه من منتخب الامارات هم لعيبه النادي الاهلي. ما شاء الله. ابرزهم احمد خليل كافضل لاعب في اسيا، اسماعيل الحمادي افضل لاعب، بعتقد ان هو افضل لاعب محور في نص الملعب، سرعه وقوه وتصويب من خارج كل الفنيات موجوده الحمد لله عنده. عندنا طبعا ميد ناصر حارس عريض منتخب الامارات وحارس الاهلي القوي وحامل بطوله الخليج. حبيب الفردان لاعب متميز جاي من نادي النصر، بيلعب في الاهلي بقاله موسم في نص الملعب. فعندنا تشكيله غنيه، تشكيله الاهلي لعيبه على اعلى مستوى كفنيات عاليه وكناحيه خططيه وتكتيكيه يعني على اعلى مستوى. الناحيه الثانيه الجزيره عشان لا نميل على حساب لا نميل، لا احنا مش بصراحه في الجزيره فيها لعيبه كتير ممتازين، وخصوصا حارس المرمى علي قصيف من ضمن حراس منتخب الامارات وحامل كاس الخليج قبل كده في النسخه قبل الماضيه مع البحرين، في البحرين مع الكابتن مهدي علي المدرب الوطني لمنتخب الامارات. في طبعا علي مبخوت هداف اسيا وهداف نادي الجزيره، لاعب زئبقي، لاعب متميز في الصندوق. يعني الكره بتجيله بتلاقيها داخل بيخلص على طول. حافظه زي العميد حسام حسن كده في التواجد على المرمى او خطورته على المرمى يعني. عندنا طبعا خلفان مبارك، ده لاعب المنتخب الاولمبي ولاعب متميز كمهاريا. في بعض اللعيبه اللي هم مستواهم عالي زي سلطان برغش، زي محمد النقبي، زي فارس جمعه، زي محمد فوزي، زي سالم عبد الله، سلطان السويدي، مجموعه كبيره من نادي الجزيره لعيبه متميزين واستطاعوا ان هم ياخدوا بطوله كاس سمو رئيس الدوله يعني. بكل تاكيد. كان في تصريح للمدير الفني الروماني كوزمين، طبعا المدير الفني لاهلي دبي، قال ان ما فيش اي مفاجآت، ولكنه اكد المباراه هتكون صعبه على الفريقين. ما فيش. هو بص، هو مش عايز يقول يعني. انا بحترم رايه جدا كتواضع، كأن هو راجل يعني بيتكلم كلام منطقي. انا النهارده عندي مباراه، انا مش عارف ظروف المباراه هتبقى ايه. هل انا اللعيبه بتاعتي هتبقى النهارده
هتبقى في حالتها الطبيعيه في الفورمه. في الفورمه. هل ادائهم هينفذوا التكتيك اللي انا هحطه او اسلوبي في اللعب؟ فانا مش متوقع، بس انا اتمنى ان المباراه تطلع بشكل كويس فتبقى مباراه قويه ومباراه استمتع بيها يعني. على الناحيه الثانيه تينكات المدير الفني الهولندي لفريق الجزيره الاماراتي قال ان هم هيقاتلوا من اجل الفوز وتحقيق اول لقب ليهم، وقال واشاد بخبره المدير الفني لفريق اهلي دبي كوزمن. قال ان هو مدرب ذكي، وقال ان هم رغم ذكاء كوزمن الا انه الجزيره من وجهه نظره قادره على تحقيق الفوز. هو انا احترم رايه في حته جدا، يعني ان كوزمان افضل مدرب على مستوى الخليج العربي حاليا بالمقاييس بالاشياء الانجازات اللي هو والالقاب اللي حققها. حارس مدرب متميز، عنده فرقه قويه، عامل فرقه قويه، عنده حراس متميزين، استطاع ان هو ياخد مع الهلال السعودي القاب عربيه وخليجيه، استطاع ان هو ياخد مع الاهلي القاب، استطاع ان هو ياخد بطولات للدوري العام او دوري المحترفين مع العين، استطاع مع الاهلي ان هو يبقى وصيف اسيا، اعلى راتب في المدربين كوزمان. مدرب عنده خبره دوليه وعالميه، فما حدش يقدر ينكر. فهو رايه في موضوع الكوتش كوزمان صائب مليون يعني في المية. مين ارجح، تينكات ولا كوزمان؟ انا كمدرب في النادي الاهلي لو انا قلت اكيد هبقى يعني لا انت محايد هنا انا معاكم، انا محايد. فاذا عايزه رايي انها تشوف الفرسان النادي الاهلي في تيم قوي هيستطيع ان شاء الله ان هو يحسم المباراه، ويستطيع ان هو يفوز بالمباراه بنجومه بلعبته بادائه بتكتيكه. بس انا اللي يهمني في الاخر والاول او اتمنى ان النهارده المباراه تطلع مباراه ممتعه وقويه يستمتع بها الشعب المصري والشعب الاماراتي. انت استعرضت يعني مفاتيح الفوز او الابرز بين اللاعبين، لكن لو حبينا ناخدهم يعني في عرض كده سريع كخطوط في مقارنه بين الفريقين، لو قارنا زي ما قارنا بين المديرين الفنيين نقارن في حراسه المرمى بدايه، من حراسه المرمى بتاعته تعد اقوى من الاخر؟ انا في حراسه المرمى او كشغلي او تخصصي هقول لك ان الفريقين عندهم 2 حراس كل واحد فيهم بيمتاز باشياء معينه، يعني بكفاءه عاليه، ولكن الاثنين مستواهم الفني قريب من بعض جدا، ما تختلفيش عليهم. وهم الاثنين موجودين مع حارس العين خالد عيسى، موجودين في منتخب الامارات. حتى علي خصيف حصل على بطولة كأس الخليج ممثلا منتخب الإمارات. مايد ناصر حصل على بطولة الخليج ممثلا منتخب الإمارات. لكن من هو الأساسي؟ الأساسي حاليا خالد عيسى حارس العين. بالترتيب بيجي مايد ناصر، بيجي مايد أهلي دبي. أهلي دبي، بيجي علي خصيف. بس الترتيب في الإمارات مش زي، يعني أقول لك إزاي، هو الفترة ما بتطولش، يعني ممكن مايد ناصر في فترة يكون متواجد اساسي، يجي علي خصيف ياخد فتره معينه، مثلا في في كاس اسيا، ده في كاس الخليج، ده في بطوله تصفيات كاس العالم. فالفتره الاخيره لعب خالد عيسى حارس العين، يعني مباريات التصفيات المؤهله لكاس العالم. اذا كفه حراسه المرمى متساويه متكافئه. الدفاع في كلا الفريقين؟ الدفاع في كلا الاهلي اقوى. الاهلي اقوى لانه عنده الدفاع، عنده عبد العزيز صنقور وعنده عبد العزيز، هيك الاثنين خط دفاع المنتخب الاماراتي. وسط الملعب فعندهم خبره افضل. وسط الملعب اعتقد الحمادي هتبقى السرعه فائقه في القوه والسرعه. عندنا في الجزيره خلفان مبارك برضو لعيب محوري عنده المهاره اكتر، لكن انا ارجح اسماعيل الحمادي لقوته وسرعته والتصوير من بره. حتى في خط الوسط الاهلي هيبقى عنده الغالبيه، الافضليه. الهجوم هندخل على الهجوم. طبعا الهجوم كعناصر الاهلي عنده متكافئ، يعني عنده احمد خليل وعلي مبخوت. لكن انا بشوف ان ممكن علي مبخوت يسجل في اي لحظه في الجزيرة او في اي وقت في الجزيره. يعني اذا الجزيره كفته ارجح في الهجوم، لا حسب توفيق اللاعب. ومجملا بشكل عام انا بقول ان الاهلي له الافضليه.
انا بقول الاهلي له الافضليه طالما انت قلت انت محايد وهتتكلم على طبعا. لانك انت عايزه تطلعي مني ان مين له الاولويه او الافضل. انا هقول لك الاهلي له الاولويه والافضليه، وهتتفرجي على تيم قوي وهتستمتعي بالمباراه ان شاء الله انت والجمهور. بكل تأكيد من يعطي أكثر في ال90 دقيقة هيكون هو الأفضل والأقدر بتحقيق هذا اللقب طبعا المنتظر لكلا الفريقين. طبعا طبعا. منتخب الإمارات يعني أنت برضو ذكرته أكثر من مرة في كلامك، ولذلك برضو عايزين نقترب شوية منه ونروح سريعا كده لمجموعته في كأس العالم. هو منتخب الإمارات في الفترة الأخيرة منتخب قوي. لو لاحظت في ال8 سنوات الأخيرة منتخب الإمارات اتطور يعني من خلال كأس العالم 90 أيام ما احنا كنا متواجدين مع بعض. حتى لو تشوفي كان نخلص احنا المباراة بتاعت مصر فيبتدي الجمهور يقعد لمباراة الإمارات، مباراة الإمارات تخلص يبتدي الجمهور يقعد. كان في مساندة حتى من سنة 90 يعني. صحيح. جاء فترة منتخب الإمارات قل المستوى أو فيها، بعدين رجع الإمارات من حوالي 8 سنوات بمنتخب قوي. لكن يستعيد مرة لأنه أغلبية اللعيبة اللي في منتخب الإمارات هم لعيبة صغار كانوا طالعين من تحت السن. لكن التصفيات دايما بيكون ليها معايير وحسابات أخرى. مجموعة بقى الإمارات في تصفيات كأس العالم هي المجموعة الثانية في مجموعة الإمارات تسمى بمجموعة الموت. ومجموعة قوية جدا فيها أستراليا بطلة آسيا، فيها اليابان، فيها السعودية، فيها الإمارات، فيها العراق، فيها تايلاند. توقعات بقى؟ التوقعات قوية. هو اللي ماشي دلوقتي المباراة الأولانية استطاعت الإمارات أن تفوز على اليابان في اليابان، ودي كانت مفاجأة. كانت مفاجأة كبيرة جدا، وعملوا مباراة قوية وكانت سبب يعني الثقة الزيادة. كانت الإمارات خسرت للأسف اللقاء الثاني من منتخب استراليا، وكان في الامارات كان له ظروف معينه فحاليا استراليا عندها 6 نقاط، بيليها السعوديه عندها 6 نقاط، الامارات 3 نقاط، اليابان 3 نقاط، تايلاند والعراق بدون رصيد. لكن قريبه، ما زالت قريبه، ما زالت جدا قريبه، والفرص قائمه قريبه، وفي دعم لا محدود. حتى الشيخ هزاع بن زايد رئيس الفخر لاتحاد الكوره نزل سلم عليهم ودعاهم على التويتر وقال لهم الامل ما زال باقيا وقدامنا فرصه وهتعوضهم. وان شاء الله انا اتمنى يعني ان دوله عربيه سواء الامارات او السعوديه يكونوا موجودين في كاس العالم ان شاء الله باذن الله. طبعا نروح شويه لحراسه المرمى. اتفضلي. وبالنسبه لمدرب حراس المرمى يعني بصفه خاصه لازم يبقى عنده نوليدج في الحته بتاعته بشكل معين، ويعمل ابديت كل فتره. الموضوع ده بيكون صعب بالنسبه لناس كتير. اقول لحضرتك ليه. بصي، الحاجه الوحيده اللي لازم تبقى مدرب حراس مرمى لازم تكون مارست حراسه المرمى. فعشان تقدر انك انت تعطي كل اللي جواك او كل اللي عندك لحارس المرمى، او توصله لفورمه او تبني حارس مرمى، لازم انت تكون ملم من داخل الملعب، وملم تثقيفيا، انك تجتهد، تاخد دورات تدريبيه، تطلع، تشوف اخر التدريبات، تطورات تشتغل فيها. فمدرب حراس المرمى لازم يكون ملم ببعض الاشياء، منها اولا المقدره على الملاحظه والمتابعه واكتشاف الخطا وتصحيح الخطا، واعطاء برنامج او خطه اسبوعيه لتاهيل الحارس وتصحيح الاخطاء اللي هي سواء اخطاء تكنيكيه او تكتيكيه. لازم المدرب يكون عنده المقدره ان هو يلاحظ ويصلح ويحط برنامج، من خلال البرنامج يبقى فيه تطوير لحراسه المرمى. هل دور مدرب حراس المرمى تدريبي فقط؟ لا، هو شوفي دور حراسه المرمى اولا في عندك كمدرب. عندك دور اللي هو الدور التكتيكي، اللي هو في الملعب، انك انت بتشتغل مع المدرب، بتحط خطتك حسب المدرب النهارده هيلعب هل خطه هجوميه، هل خطه دفاعيه. انت حارس المرمى لازم توظفه حسب حاله الفريق، حسب حاله الفريق. دي رقم واحد. رقم 2 الناحيه التكنيكيه، انك انت تركز
وتعلم المهاره وتشتغل على المهاره كمهاره التصويب او مهاره الاستلام او مهاره الارتمائي على الكوره او مهاره القفز او الطيران. تمام. لازم انك تتعلم المهاره وتبتدي تعمل نموذج وتصحح ده وتعلم. بالنسبه لصغار السن. لا حتى بالنسبه الكبار. بالفريق الاول بتشتغل على المهاره، بتشتغل على التكتيك، تنميه مهاره. تنميه المهاره. المهاره موجوده لكن انت بتنمي المهاره. طبعا. الحاجه الثالثه اللي هي تبقى كالمدرب لازم يكون عنده دور معرفه المعرفه الجسديه اللي هي عوامل اللياقه البدنيه، السرعه، الرشاقه، التوافق، التوازن. الحاجه اللي انت بتقصديها او اللي انت عايزاها الحاجه الرابعه اللي هي الناحيه النفسيه. الناحيه النفسيه اللي هي التركيز، الانتباه، الاتزان، الشجاعه العقليه، الشجاعه النفسيه. دي اشياء نفسيه لازم انت تكون عندك علم بيها وعندك مقدره انك تنميها في بس حارس انا كان المرمى. الحقيقه ليا بعد اخر في سؤالي، وهو هل دور بيقتصر على التدريب فقط، ولا دوره مثلا بيكون استشاري بالنسبه للمدير الفني؟ مين يستعين بمين من حراس المرمى؟ مين الاجهز بدنيا اكتر؟ ولا بيكون الراي الاوحد للمدير الفني، خاصه لو مدير فني اجنبي؟ لا حضرتك رايك ممتاز، ودي مشكله بيعاني منها المدرب العام مع مدرب حراسه المرمى. طبعا. المفروض اللي هي يكون في تعاون تام ما بين مدرب الحراس والمدرب العام، لان مدرب الحراس هو يعتبر مساعد للمدرب العام. فهو بيجهز له الحارس، المفروض ياخد رايه، هل الحارس جاهز؟ هل مين الانسب في حراسه المرمى النهارده؟ مين اللي عنده الخبره؟ مين اللي يقدر يؤدي المباراه بشكل كويس؟ فانت بتبتدي تجهز له الثلاث اربع حراس الموجودين معاك. انت معاك 4 حراس بتجهزهم كلهم زي بعض، نفس التمرين، نفس الشغل. تقول له اوكي انا عندي مايد النهارده، عندي الحضري، عندي شريف، وابتدي هو تسيب له حريه الاختيار. تسيب له حريه الاختيار علشان في الاخر ما يجيش يقول لك انت فرضت عليا. لا، انت جهز له الحراس وقول له الحراس جاهزين. لو خد رايك مين الافضل قول له الافضل عصام الحضري، الافضل شريف. هخدم معاك بسؤال عن مباراه اليوم. ايه رايك في انه احنا حاسين الموضوع انقسم لاهلي وزمالك؟ جزء بيشجعوا اهلي دبي الاهلي، وجزء بيشجع الجزيره وهو الزمالك. طيب انا اولا ببارك لنادي الزمالك على التوأمه الجميله اللي هو عملها مع نادي الجزيره. جميل. وبنقول له ان شاء الله نشوف في تعاون ما بينك وما بين نادي الجزيره، وخطوه حلوه من المستشار مرتضى منصور. وكان في توأمه سابقه من الاهلي المصري لاهلي دبي. عشان كده انا بقول له، واتمنى كل الانديه، اغلبيه الانديه المصريه يبقى في توأم مع الامارات، لانها بتضيف للمدرب وبتضيف للعيب. لكن انا موضوع اهلي وزمالك، ما فيش اهلي وزمالك. الجمهور هو النهارده انت رايح تتفرج على فرقتين من الامارات، ليه اهلي وزمالك؟ انا رايح انا اعتبرها في حب اليوم مشاهده في حب الامارات ومصر. ان احنا نروح نشجع اللعبه الحلوه. الاهلي لعب كويس نقول له مبروك ولو كسب، الجزيره لعبت كويس نقول لها مبروك وتستاهل الفوز، ونبقى رايحين نستمتع بالمباراه، مش رايحين متحفزين. نشجع اللعبه الحلوه. نشجع اللعبه الحلوه. لكن اهلي وزمالك كده انا مش معاكم يعني فيها. كابتن عابد فؤاد مدرب حراس مرمى اهلي دبي الاماراتي، نورتنا، وبتمنى التوفيق لكلا الفريقين النهارده وتطلع المباراه بالشكل الامثل. اتمنى ان شاء الله كذلك، واتمنى مباراه قويه نستمتع بها احنا الشعب المصري والشعب الاماراتي. أكيد. اتمنى نشوف فنيات في الملعب. اتمنى الجمهور ادعيه كله يكون متواجد ويروح. ادعي عدم التعصب لاي من الفريقين، سواء اهلي دبي او الجزيره الاماراتي. يعني دي امسيه كرويه، اعتبروها خروجه كده في العيد يعني. ايوه، نزهه. شكرا جزيلا لوجودك معانا، واكيد الناس هتستمتع بمباراه اليوم. تبقى لينا فقره اخيره مع حضراتكم وكابتن عماد عبده بعد الفاصل مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام خليكم معانا.